ده لابتوب مودرن من MSI ثمنه 15000 جنيه. سيبك منه خالص وتعالى اقول لك لو معاك 220000 جنيه تجيب بيهم ايه. بس خلينا نبدا بعد الانترو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه يا وحوش التك؟ معاكم خيري تك. والفيديو النهارده حرفيا فيديو رايق عشان جاي افرجك على عظمه بتحصل من MSI. في بدايه الفيديو قلت لك سيبك من اللابتوب ابو 15000 ولو معاك 220000 جنيه هتقدر تجيب بيهم ايه. وكان كلامي هنا على انك هتقدر تجيب لابتوب عامل ازاي بالرقم ده. ما تستغربش في لابتوبات بالارقام دي وتستحق حرفيا، لان هي من نوع الديسكتوب ريبليسمنت. يعني بمعنى اصح لو انت معاك تجميعه زي اللي معايا كده فهي هتغنيك عن التجميعه تماما. وبصراحه انا ما كنتش مقتنع بالموضوع ده لحد ما شفت نوعيه اللابتوبس دي. واللابتوب اللي معايا النهارده انا مسميه العملاق المتنقل، وهو الريدر 18 HX AI A2 XW من MSI. لابتوب حرفيا عملاق. وطبعا عشان تفهم معايا ليه لابتوب يجي بالسعر ده، طول عمرنا زمان في الموبايلات سهل قوي انك تحط بروسيسور عالي قوي من معالجات ARM، ولكن دايما مشكله الهاردوير مع الكمبيوتر بتبقى سهله وفي اللاب بتبقى صعبه. وده طبعا يا صديقي عشان خاطر التبريد. انت بتتكلم في معالج عملاق زي طبعا البروسيسور اللي معانا من انتل الالترا 9 285 HX، وده طبعا واحد من اقوى البروسيسورز في العالم حاليا. وكمان عندك كارت شاشه من انفيديا 5090 24 جيجا رام مدعوم بالاي اي. انت متخيل يا صديقي المعادله؟ انت بتتكلم على البروسيسور عامل ازاي وكارت الشاشه عامل ازاي. انت لو عايز تطير بالجهاز عادي. الجهاز مرعب يا صديقي، وده ان دل على شيء فيدل لو انت عايز تعمل فيديو اديتنج باي حاجه، لو عايز تتصور 8K وتمنتج هيدوس معاك، لو عايز تلعب اي جيم هيدوس معاك، مش هيقول لك لا. الجهاز لو عايز تعمل اي حاجه مالتي تاسكينج في الدنيا هيدوس معاك، مش هيقول لك لا. انت عايز تعمل ايه؟ اللابتوب كده اول ما هتجيبه وهتقعده معاك، ايه يا لابتوب عامل ايه؟ ايه يا حبيبي؟ ايه الاخبار؟ ايه بقى؟ ايوه يعني انت عايز ايه؟ شوف انت نفسك في ايه وانا هعمله. ايه انتش. وزيد على كل ده كمان يا صديقي انك معاك رامات من نوع DDR5 64 جيجا رام وSSD 2 تيرا بايت. تخيل كده لابتوب بالمنظر اللي انا بقوله لك ده وانا بقول لك لابتوب. تفتكر ايه هي اول حاجه فعلا هتواجهك كمشكله؟ التبريد يا صديقي. انت شاطر، برافو عليك. طب ما انت جامد كده يا صديقي، برافو بتجاوبني. حط لايك بقى للفيديو، ويا ريت بقى لو تعمل اشتراك كده واحنا بنكمل. وهنا زي ما انت جاوبتني بشطاره على مشكله الحراره، ما ينفعش يعني. هي فعلا مرعبه للشركات، وده اللي بيخلي فكره صنع اللابتوب صعبه دلوقتي في انك تجمع ما بين الفيديو اديتنج والجيمنج، وكمان تقدر تشتغل وكل ده في لابتوب متنقل يبقى بدل التجميعه. طبيعي مش هنزل بالكيسه واخدها معايا الشارع، بس سهله جدا شنطه لابتوب وانا ماشي. وده هنا يخليني اكلمك على ميزه التبريد في لابتوب MSI، لان MSI حلت المعضله الصعبه دي. وبالمناسبه انت بتتفرج على اللابتوب هنا جنبي من اول فيديو، بس انت ما خدتش بالك يا صديقي، بس انا برضو مقدرك. ايه اللي واكل عقلك يا ولا؟ وهنا بقى لما نيجي لنقطه التبريد، فتعالى كده اوري لك ظهر اللابتوب والديزاين الخارجي لظهر اللابتوب، اللي هو اصلا انت لما تيجي تقلبه كده على ظهره، ايه الكلام بقى ابو اللابات؟ انت شكلك حلو قوي يا اسطى، عيب يا اسطى، يا اسطى عيب. شكل الديزاين لللابتوب من ظهره ملهوش حل ولا وصف. اللابتوب هنا بيجي بمروحتين و7 بايبس عشان يشتتوا الحراره. وبالمناسبه خليني اسمعك حاجه كده. وده هنا طبعا يا صديقي بيخليك تكنترول انت بنفسك سرعه المروحه وقوتها على حسب المكان، انت حر ولا ساقع. وبالطبيعي انت لما تيجي تشتغل وتعمل عليه هيدك، هو هيعلي المروحه تلقائي عشان يساعد نفسه على التبريد وتقدر تاخد احسن اداء. ومن ضمن نقط التبريد برضو حاجه كده نسيت اقولها لك، وهو ان اللابتوب ده بيجي بنظام تبريد الكولر بوست 5. وطبعا كده لما تيجي تقلب اللابتوب لظهر شاشته فتيجي تتفرج على اللوجو بتاع MSI المضيء بRGB بطريقه رايقه قوي كده، وتبقى بريذنج كده، حاجه كده حرفيا محترمه، حاجه شياكه. وطبعا بمناسبه الRGB فانت عندك اصلا ديزاين اللابتوب كله عباره عن ان هو في خط كده على الفريم بتاعه RGB بينور ويطفي بطريقه لذيذه قوي. ده غير ان الكيبورد بتاعته من ستيل سيريس برضو بتنور RGB، فانت لو عايز RGB فهو موجود وبطريقه رايقه وشيك، مش حاجه تضايق عينك. التاتش باد بتاعته ما كانتش مضايقاني خالص، بالعكس رايقه وسريعه، وكنت بقدر استعمل اكتر من صباع عشان الايماءات او الجستشرز. وده يعني لو انت ماك يوزر او ابل يوزر في الماك بوك فتبقى فاهم يعني ايه الجستشرز، حاجه مهمه. والكيبورد بالمناسبه هي فول كيبورد، وهي محاكيه طبعا للميكانيكال، ولكن الميزه كلها ان هي صوتها رايق، ملمسها جميل. ونيجي بقى هنا لنقطه انا عارف ان انت ممكن تبقى مستنيها بس انا هقولها لك.
الشاشه انا شاطر برضو زيك يا صديقي عادي. الشاشه هنا بتيجي 18 انش 4K ميني ليد 120 هرتز، وبتدعم معاك ال HDR، وبتيجي معاك بسطوع 1000 نتس. وده هنا من رايي ان هو ميزه، لان انت لو شغال بره البيت فهي هتساعدك انك تبقى شايف كويس، سواء بقى الصبح بالليل في مكان منور بزياده ايا يكن، انت هتبقى شايف كويس جدا. وحاجه هنا كمان زياده للشاشه انها بتدعم الدي سي اي بي 3 100%، وده طبعا هيساعدك لو انت فيديو اديتور او صانع محتوى او حتى ديزاينر، فانت عايز تشوف الالوان بجودتها الاصليه والالوان الحقيقيه، فهتبقى بتدعم معاك الرؤيه بالالوان الصحيحه، وده مش هيضايقك تماما، ده هيبسطك اكتر، لان مش هتلاقي اختلافات السخيفه اللي انت بتشوفها مثلا على ايفونك وعلى فرق شاشه الكمبيوتر او اي شاشه لابتوب تانية. وطبعا تقدر تتحكم في الالوان عن طريق الابلكيشن او السوفت وير الام اس اي، وتقدر تتحكم في شويه حاجات تانية كتير. وطبعا بمناسبه الاي اي، فانت عندك هنا زرار الكو بايلوت اللي هتقدر تخصصه بالمناسبه، هو كاستمايزبل، انت مش بس تقدر تخليه كو بايلوت، انت ممكن تخليه لاي حاجه تانية. فانت بمجرد ما بتدوس على الزرار ده بيفتح معاك الكو بايلوت، فتقدر تسال الاي اي اي سؤال انت عايزه وتبدا تتكلم معاه، لان اللابتوب مدعوم بالذكاء الاصطناعي. نيجي بقى هنا لمداخل اللابتوب. اللابتوب هنا طبعا بيجي بمدخلين ثاندر بولت، والثلاث مداخل يو اس بي اي وهيدفون جاك واتش دي ام اي، بتدعم ال 8K 60 فريم وال 4K 120 فريم والايثرنت ومدخل الشاحن وترابيزات بلياردو وبنج. والثاندر بولت ده يا صديقي اللي هي مداخل التايب سي. ومداخل الثاندر بولت الفرق ما بينها وما بين التايب سي العاديه، وهي فرق سرعات النقل الجباره اللي ممكن توصل لها، زي ان هي ممكن توصل ل 40 جيجا في الثانيه واكتر طبعا. وبالنسبه بقى لاستهلاك الطاقه في اللابتوب ده، فاللابتوب ده عالي جدا في استهلاك الطاقه، بيستهلك 260 واط. هتقول لي طب يا خيري ده ياثر على البطاريه؟ هقول لك لا، لان الموضوع مدعوم بالاي اي في استهلاك البطاريه. وفي نفس الوقت ام اس اي بتحط لك في العلبه بتاعت اللابتوب شاحن 400 واط. وفي نفس الوقت استهلاك الطاقه العالي ده اللي هو الام اس اي اوفر بوست تكنولوجي بيساعد جدا في الاداء او في البرفورمانس بتاعت اللابتوب. وحاجات بقى دلع كده في اللابتوب، زي انك تقدر تفتحه طبعا فينجر برينت، او تقدر تفتحه فيس اي دي، او بمعنى اصح في نظام الهالو ويندوز، وده لان الويب كام اللي موجوده في اللابتوب محترمه قوي. وبالمناسبه ان فيها شاتر لوك، يعني انت تقدر تقفل الكاميرا بتاعتك بالشاتر كده وتقدر تفتحها، وده زياده سيفتي ليك، عشان لو لا قدر الله انت بتتعامل مع مواقع ايا يكن نزل لك اي فيروس او اي حد عايز يعمل لك هاكينج او حاجه، فانت تقدر بكل بساطه انك تعمل الشاتر لوك ده. وده كان ريفيو سريع كده صديقي، اتمنى يكون خفيف على قلبك. ما تنساش تقول لي رايك تحت في الكومنتات، ويا ريت تعمل لايك واشتراك في القناه وتفعل الجرس تحت، وتستناني في ريفيوهات تانية كتير ان شاء الله. ودي بدايه، وان شاء الله بدايه بلا انقطاع. وبس كده يا وحش التك، كان معاك خيري تك وجراسيا سميج.